هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الأكارم، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى. أحييكم أنا أمل علي وزملائي في ساعة من الزمن نقدم لكم فيها نشرة للأخبار. يلي بعد ذلك تعليق المنتدى بعنوان من الذي تحرر من نظام منغستو بقلم الزميل محمد علي موسى. بعد ذلك يقدم لنا الزميل جمال حمد تعليقا أو قراءة حول التعليم في عهد دولة العصبة. اخترنا لكم بعد ذلك مقالا بقلم الأستاذ فتحي عثمان وبعنوان هدف المعارضة الإريترية ثورة أم انقلاب. تتخلل الساعة وكالعادة العديد من المنوعات الغنائية والشعرية. نتمنى أن تبقوا معنا وأهلا بكم.
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، تصاعد حالة التوتر بين مجموعة من كبار الضباط في الجيش والرئيس مصطفى نور حسين حاكم الإقليم الجنوبي في مستشفى أروتا في العاصمة أسمرة. وسلطات النظام تجبر الطلاب على أداء تمارين استعراضية استعدادا لاحتفالات الاستقلال، وتعتقل 2 من المشرفين التعليميين. الأخبار بالتفصيل. ذكرت مصادرنا من داخل العاصمة أسمرة أن العاصمة تشهد ومنذ 17 من الشهر الجاري انتشارا غير معلن لبعض من وحدات عسكرية تابعة للنظام، وذلك حول مركز الاتصالات والبنوك ووزارة الإعلام ومقر هيئة الكهرباء في أسمرة ووسط العاصمة، وذلك على خلفية حالة التوتر السائدة في أوساط قيادات عليا في الجيش. كما تشير مصادرنا بأن 38 من القادة ذو التأثير العالي داخل الجيش يتم مراقبتهم عن قرب ورصد مكالماتهم وتحركاتهم تحسبا لأي حالة تمرد متوقعة. ويرجح المراقبون عن قرب أن تردد النظام في القيام باعتقال أو حجر حركة هؤلاء القادة يرجع إلى ما لهم من تأثير قوي داخل الجيش. السيد مصطفى نور حسين الذي كان حاكما للإقليم الجنوبي والمعتقل منذ يناير من عام 2013 من قبل نظام الطاغية سياس أفورقي، شاهدته مصادر المنتدى في 18 من هذا الشهر في تمام الساعة 11 إلا ربع مساء أثناء دخوله مشفى أروتا بأسمرة، فقد وصل إليها في سيارة عسكرية مغلقة وبرفقة حراسة مشددة تتكون من 13 فردا يرتدون زيا مدنيا. ثم قدمت له المعالجة لمدة 2 ساعات ليعودوا به بعدها إلى مجاهلهم وأقبيتهم. وعلى الفور عاد بعض من الحرس للمشفى وسجلوا أسماء الأطباء المنوبون الذين قاموا بالمعالجة الطبية وقاموا بتهديدهم إذا ما تحدثوا في الأمر. هذا وكان السيد مصطفى نور حسين يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وصداع حاد. أجبرت الحكومة غير الشرعية في إريتريا طلاب المرحلة المتوسطة بالعاصمة أسمرة على الانخراط في برنامج للتدريبات الكرنفالية التي تقام كل عام احتفالا بالذكرى السنوية للاستقلال. هذه البرامج التي يصرف فيها النظام الحاكم ميزانيات مالية ضخمة بهدف الدعاية والتضليل أثارت استياء وغضب العديد من المعلمين والمشرفين التربويين، لأنها تتم خصما من الفترة التعليمية للطلبة وعلى حساب مستقبلهم. لهذا أعرب العديد منهم عن مخاوفه الحقيقية من التدخل العشوائي في العملية التعليمية والإضرار بالتحصيل العلمي للطلبة. وعلى خلفية هذا الحدث اعتقلت السلطات القمعية مشرفين من وزارة التعليم في مركز شرطة رقم 5 بأسمرة بتهمة التحريض ضد برنامج التدريبات الكرنفالية الدعائية للنظام. وتضامنا مع هؤلاء المعتقلين واستنكارا لسياسة النظام القمعية، قاطع 200 طالب من الإقليم الأوسط تدريبات التمرينات التصويرية. ومن جهة أخرى أعرب آباء الطلبة الذين تم انتقائهم لهذه العروض عن احتجاجهم على البرامج التي توضع من قبل جهات خارج المؤسسة التعليمية، والتي تؤكد على الدوام ضررها البالغ بقدرة التحصيل العلمي لأبنائهم. وأوضحوا ذلك بقولهم: بعثنا أبناءنا إلى المدارس للعلم وليس للتدريب على الرقصات والأغاني. وقد جاء رد السلطات على هذه الشكاوى بالقول أن كل من يشترك في هذه المناشط سوف يعفى من خدمة العمل الصيفي للطلبة، في لغة مقايضة غير موفقة. فالآباء يتحدثون عن ضياع الحصص الدراسية عن أبنائهم وليس عن البرامج الصيفية. جدير بالذكر أن هؤلاء الطلبة يمضون 3 أشهر متتالية في الاستعدادات التي تجري للاحتفال السنوي بعيد الاستقلال، وأن كل من شاركوا فيها في السنوات الماضية درجاتهم في المواد العلمية تراجعت بشكل ملحوظ وخاتمتهم أصبحت رسوبا في الامتحانات. نهاية النشرة. قليونا بالصحراء قلنا بالوكيانوس نمع عموق بحري نقدر أمورا عصا وحامد دبي سسانو قبلي
حلنا خاي تعرف تهوخ آيد النيو الناد عسسك عقل خاي تجبر صوت المنتدى. من الذي تحرر من نظام منغستو الديكتاتوري؟ إثيوبيا أم إريتريا؟ البلد الذي كان يحتل إريتريا لعقود عجاف سيجري في يوم التحرير إريتريا من الاحتلال الأجنبي، أي في 24 من مايو من هذا العام، الانتخابات البرلمانية الخامسة في إثيوبيا. لماذا اختارت إثيوبيا يوم تحرير إريتريا أي 24 من مايو ليصبح يوم ممارسة الحرية في إثيوبيا؟ ما هي الرسالة التي تود إرسالها؟ والأهم، ماذا عن حرية الشعب الإريتري في ممارسة حقه في اختيار حكامه؟ دول المحيط الإريتري تعم فيها انتخابات لاختيار حكام البلاد. فعلاوة على إثيوبيا، الشعب السوداني سيجري انتخابات رئاسية في الأشهر المقبلة، وكذلك هو الحال في جيبوتي. أما إريتريا نظام ديكتاتوري دموي مانع للحريات لقرابة ربع قرن من الزمن، مهلكا فيه البشر ومكمما للأفواه والأنفس، ومشرعا الأبواب للتشرد والمذلة والعذاب والإفقار، وفاتح صناديق لقبر النفوس والحقيقة. ففي 24 من مايو من هذا العام سيصوت نحو 34 مليون إثيوبي في الانتخابات البرلمانية، ويمثل هؤلاء 97% من الناخبين الذين سجلوا للإدلاء بأصواتهم، وهم من أصل 43 مليون إثيوبي يحق لهم التصويت من تعداد سكاني بلغ 96 مليون نسمة. علما بأن البلاد مسجل فيها 60 حزبا سياسيا، والمشاركون في الانتخابات القادمة 58 حزب، وكل هذه الأحزاب بدأت منذ فبراير في استخدام وسائل الإعلام الحكومية. الجدير بالذكر أن هذه الانتخابات هي الخامسة من نوعها منذ سقوط نظام منغستو هايلي مريم في عام 1991. وهنا ثمة سؤال يفرض نفسه ضمن السياق: من الذي تحرر من نظام منغستو الديكتاتوري؟ إثيوبيا أم إريتريا؟ بعد إسقاط نظام منغستو هايلي مريم، وضعت القوى الإثيوبية التي خلفته دستورا للبلاد، ووفقا لهذا الدستور تجري انتخابات برلمانية كل 4 سنوات يقرر فيها الشعب السلطة التي تحكمه. قرابة ربع قرن والشعب هناك تنمو فيه ثقافة التنافس الحر والديمقراطي وقبول الرأي الآخر والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات. يشرف على هذه الانتخابات المجلس الوطني للانتخابات، وهي هيئة تتولى الإشراف على الانتخابات، أنشئت في عام 1992. هذا هو حال البلد المجاور لبلدنا من الجنوب، نجده يسير في خطى أفضل ووسيلة حكم أوجدها الإنسان حتى هذه المرحلة من تطور الفكر السياسي وإدارة الشأن العام. لا شك أن مسار التطور الديمقراطي شائك وتتخلله العديد من الصعوبات والتحديات، والسبيل الوحيد للتغلب على الآثار الجانبية للديمقراطية يكمن في المزيد من الممارسة الديمقراطية الصحيحة. أما في بلادنا إريتريا، والتي
ضحت كثيرا وطويلا لممارسة حق إدارة نفسها من خلال إدارتها الشعبية الحرة، حرمت على مر العصور. فالمستعمر الإيطالي وكذلك البريطاني ثم الاحتلال الإثيوبي كلها قوى استعمارية، ولا غرابة في حرمانها للشعب للحريات، لأن غايتها كانت في الأساس استغلال الإنسان والموارد في إريتريا. أما المدمي حقا للقلب أن تحرم عصابة بثوب وطني الشعب الإريتري من ممارسة حقه الطبيعي في الحرية، والذي مهرها غزيرا وطويلا بالدماء. هذا الجرم يفوق كل المبوقات لكونه يعد ذروة الخيانة الوطنية العظمى. هل كانت تضحية الشعب الإريتري ليستبدل الدكتاتور الدموي المتحدث بالأمهرية بدكتاتور دموي يتحدث بالتيغرينية؟ حاشا وكلا، لم يكن هدف التضحيات الإريترية استبداد طاغي باستبداد آخر، بل كان للسلام والاستقرار والنماء والديمقراطية الحقة وصون كرامة الإنسان وإعلاء شأنه. أين إريتريا السياس اليوم من كل هذا؟ يجرنا هذا الحديث إلى سؤال أهم، وهو أين المقاومة الإريترية من هذا الواقع المر لشعبنا؟ نأمل أن نرى على أرض الواقع لملمة شتاتها على برنامج حد أدنى والولوج في برنامج عمل حقيقي لإسقاط هذا النظام من جذوره وإلى الأبد، لتنعم كل شرائح شعبنا وكل ثقافاتنا ودياناتنا ومكوناتنا بالعدل والمساواة والحكم الرشيد. بقلم محمد علي موسى. Kante feda sama feda laga koningala wasa sabdu gildabu laga sogingabu kakogema darkakjae majingala utafinga sermende kusadinga borta shukende kalegaja Kidaya kalagi kabinkaga majar gulu jaga kabinkaga tamara pe mana nu damasi kowano Aliske kontiga lagi yana tarkagishela feda sama feda laga koningala wasa sabu giladabu laga sogingabu kakogema darkak
bishaye majingana kota finga sermende kusodinga porto surkende kalikasha atata kakidaya kalagi kalikasha nafato laka kalikasha tamana femana duda masi kowano jutata kakidaya kalagi tabingaka maja argolu jaga tabingaka tamana femana duda masi kowano مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. هذا جمال همج يحييكم ويقدم لكم فقرة هذا الأسبوع، وهي بعنوان مع التعليم في عزلته في أحد دولة العصبة في إريتريا. في مستهل هذه الحلقة أتوجه بالدعاء للعلي القدير أن يوفق طلابنا الجالسين لامتحانات الشهادة الثانوية هذا العام في كل من إريتريا والسودان والمملكة العربية السعودية وفي كل مكان. ضمن العزلة الغير مجيدة التي يدفع بها نظام العصبة الدموي المتحكم في العباد والبلاد في بلادنا، يأخذ التعليم أولوية كبرى في السياسة العامة للعصبة. فقد سعى النظام مع بعد الحرب مع أثيوبيا لعسكرة الحياة عامة وأولى اهتماما خاصا للتعليم، وذلك بعزل الطلاب عن الحياة المدنية والأكاديمية ليحولهم إلى متلقين فقط منفذين للأوامر طائعين، هم مجرد أدوات وبراغي وصواميل في طاحونة نظامه، قاتلا فيهم روح الإبداع والمنافسة والتنافس والحد من اندفاع الشباب وروح الإقدام. فقد صفى النظام أسس التعليم العام المعروفة وبطش بكل الأكاديميين ومحى كل الأسس والتقاليد التي تقوم عليها النظم الجامعية، وذلك بنسف الأعمدة التي كانت تقوم عليها الجامعة الوحيدة في البلاد، وأعني جامعة أسمرة. هذه الجامعة التي ورثت التقاليد الأكاديمية من جامعة أديس أبابا العريقة، ليكون التعليم ما فوق الثانوي في إريتريا مجرد كليات متناثرة يشرف عليها قادة من الجيش والأمن ورجال الحزب الحاكم. بعد ذلك قلص نظام السنوات الثلاثة في المرحلة الثانوية، وأجبر الطلاب والطالبات في نهاية المرحلة الثانوية للالتحاق بمعسكر ساوا سياسيد، حيث يجلس الطلاب والطالبات من هناك لامتحان الشهادة الثانوية ليلتحقوا بالكليات أو بقطاعات الجيش لمن لم يحالفهم الحظ في المرور. هذا العام يجلس مجموعه 11,151 طالب وطالبة، موزعين كالآتي حسب ما أعلنه مركز امتحانات مفوضية التعليم العالي للشهادة الثانوية، وهذا هو الاسم الرسمي: 10,571 طالب وطالبة في التعليم العام سوف يؤدون الامتحانات في مدرسة وارساي كالو من معسكر ساوا غرب إريتريا، و1392 طالب وطالبة للمساقات الفنية والزراعية والتجارية، و188 طالب وطالبة في المملكة العربية السعودية في مدينتي جدة والرياض. الامتحانات التي بدأت يوم 16 الشهر الجاري من المقرر أن تنتهي يوم 22 منه. هذا العدد الكبير من الطلاب والطالبات يتوقع أن تكون نسبة النجاح منه ضئيلة جدا، وقد وصلت في بعض السنوات إلى 5% فقط. هذه النسبة الضئيلة جدا تتدخل العصبة لتحديدها، وذلك وفقا لعدد مقاعد الكليات الفاقدة للمؤهلات والأهلية العلمية والأكاديمية، ولا علاقة لها بالتصنيف العالمي الأكاديمي للكليات الجامعية. إذن هي لا تكشف بالضرورة المستوى الحقيقي للطلاب، بل تتحدث تأسيسا على نسبة الاستيعاب المقررة سلفا لهذه الكليات المحدودة الإمكانيات، محدودة الاستيعاب، ومحدودة الكادر البشري.
إذن هناك عوامل لا علاقة لها بالمستوى العام للطلاب، وهي وحسب تربوي إريتري تحدد بحسب فرص الإجلاس في هذه الكليات البائسة. في إريتريا لا جامعات في البلاد، وليس هناك اتفاقيات مع جامعات خارج البلاد، وإن وجدت يقول هذا التربوي الإريتري فهي تنفذ على نطاق ضيق وللمقربين فقط. لذلك يؤكد هذا التربوي أن النتائج التي تظهر كل عام لا يمكن من خلالها أن نعين المقياس الحقيقي لمستويات الطلاب، وكذلك هي لا تحدد نسبة صحيحة للنجاح والرسوب حسب رأي هذا التربوي الإريتري. في ثانوية ورساية كألو، حيث يجلس الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات الأكاديمية، تفتقد الحياة الطبيعية للتحصيل العلمي، حيث تنتظم الحياة العسكرية منذ اليوم الأول لوصولهم للمعسكر، وتنتفي المدنية بكل مظاهرها، وتبتعد البيئة الأكاديمية بكل تفاصيلها، وتفتقد الأسرة وحميمية الأهل. أي جو هذا للامتحان؟ عن ذلك تتحدث طالبة إريترية مرت بالتجربة وتقول: من اليوم الأول لوجودنا في ساوا تتم عملية التوزيع للوحدات العسكرية، ولكل وحدة مشرف عسكري يشرف على الطلاب أثناء عملية التدريب العسكري أو التحصيل الأكاديمي. تستمر هذه الفترة لمدة 3 أشهر. هذا التدريب يسمى التدريب الأولي، نتعلم فيه مبادئ العلوم العسكرية مع غلبة واضحة للتدريب العسكري القاسي والمرهق. تضيف هذه الطالبة وتقول: وتعد الشهور 3 الأولى في التدريب العسكري هي الفترة التي تحدث فيها الانهيارات النفسية وتظهر الأمراض، وتكثر فيها محاولة الهروب لخارج المعسكر صوب الغرب أي السودان. بعد ذلك تقول هذه الطالبة: تنتظم الحياة الأكاديمية ويتوقف التدريب العسكري، ونعود نسبيا للحياة المدنية والزي المدرسي. تستمر هذه المرحلة لمدة 6 أشهر، حيث يسمح للأهالي بالزيارة الأولى. يضيف طالب آخر ويقول: مرحلة التدريب العسكري الثانية تبدأ بعد انتهاء الامتحانات مباشرة. التدريب العسكري فيها قاسي ويستمر لمدة 3 أشهر، يكون بعدها الطالب اكتمل عسكريا. في هذه الفترة تظهر أيضا حالات الأمراض النفسية من اكتئابات وانهيارات، لكونها تعقب الامتحانات مباشرة، حيث يزداد قلق الطلاب والطالبات في انتظار نتائج الامتحانات. انتهت إفادة هذا الطالب، والسؤال: ماذا عن علاقة الطالب بالمعلم والحياة الأكاديمية المعتادة؟ الجواب مفاجئ وصادم: لا علاقة للمعلم بالطالب خارج اليوم الدراسي، لا وجود لمشرفين تربويين ولا اجتماعيين. الإشراف كاملا على الحياة اليومية للطالب تقع مسؤوليتها على المسؤول العسكري بقسوته وجلافته وشدة بأسه. لوائح عسكرية شديدة الصرامة هي التي تتحكم في الجميع، لوائح كل بنودها تبدأ وتنتهي بممنوع ممنوع، مفصلة العقوبات الرادعة. هذه هي سياسة العصبة أيها السادة والسيدات. هذه السياسة تنتج شباب متضعضع الروح، ضعيف البنية الجسدية والتحصيل العلمي والأكاديمي، متلقي فقط غير فاعل، ينصب جل تفكيره للخروج من جحيم البلد إلى رحاب الأمان والحرية. هكذا هو الحال في إريتريا سياسة فورقي والعصبة الدموية. هكذا يتم قتل طموحات أهم فئة في المجتمع الإريتري وبشكل يومي وممنهج. يحدث ذلك في الداخل، وبعضهم في الخارج ينفق الوقت والجهد مجادلا ليثبت أن النظام طائفي يخدم طائفته، لينصرف الناس لنقاش محموم ويفتح جبهات ويعترك في غير معترك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأسعد الله كل أوقاتكم. يا
عشلها إذا خبط رعشلها كرمو بركة مسكبكي رزق من كتف عجلها رزق من كتف عجلها ورديك من موسكي قرب ولا قلقلها قرب ولا قلقلها حنوك انت من زمان وتسقى بنت من سفرات تسقى بنت من سفرات ريبايعنا بزاكي ودمعنا نقرب للواحد واللي تعاير سلك بالكين حلب السنة السنة قلبنا وسرب عاد بحر راكي ذهب ساف مصياها منكيبكي الليات لبنان مليكي مرعات بحر قليبل كبدك كبود ميزانة كبدك كبود ميزانة اسمك وراء الابو ومن قبلك انا ومن قبلك انا نسيتي كون قلبيلة وكبودي كون قسانة كبودي كون قسانة يبسني دار السيف حوها وعلمانا حوها وعلمانا ريبايعنا بزاكي ودمعنا نقرب للواحد واللي تعاير سلك بالكين حلب السنة كين سنة وقلبنا وسرب عاد بحر راكي ذهب ساف مصراها منكيبكي الليات لبنان بيكي حبيب نشان وشان لا مرعات بحر ذهب السراد وأقبل الوجه حبيب نشان وشان لا مرعات بحر ذهب السراد وأقبل الوجه أعزائي المستمعين، وفيما يلي نقدم لكم هذا المقال وهو بقلم الأستاذ فتحي عثمان وبعنوان هدف المعارضة الإريترية ثورة أم انقلاب. كتب الأستاذ فتحي يقول: مكونات ظاهرة التفاعل السياسي الإريتري الرئيسة هي 3: نظام مستبد غاشم، معارضة سياسية عاجزة، وبينهما شعب مقهور من النظام ومغيب من قبل المعارضة. المكون الأول: النظام المستبد يمسك بالسلطة وأدواتها القهرية، القوات الأمنية والمؤسسات العقابية من حراسات وسجون. يستخدم النظام السلطة وأدواتها مقابل وضد المجتمع، حتى أن مفهومه للتنمية يقوم على أساس فوقي علوي. المشاريع التي ينفذها ليست من مطالب الشعب أو اختياره، بل تخطط وتمول وتنفذ وتقيم على المستوى الفوقي المستبد، وتدفع في الأخير إلى الشعب لينفذها عبر برامج السخرة. النظام يفترض بهذه الممارسة وبشكل أبوي بطريركي بأنه يعرف سلفاً ما الذي يريده الشعب وكيف يريده، وباستخدامه الأول لكل أدوات السلطة فهو ليس بحاجة للمشاركة الشعبية في أي من برامجه. النظام وأدوات السلطة مقابل وضد المجتمع هو الشق الأول من معادلة الظاهرة السياسية الإريترية. ويتسم الشق الأول للمعادلة بأن النظام يمضي منفرداً في تقرير ما يراه ولا يعبأ برغبات وتطلعات ومشاركة الشعب فيما هو ماض في تحقيقه، عملاً بما أريكم إلا ما أرى، ويحقق ما يريده شاء من شاء وأبى من أبى. وهو في مسيرته المنفردة هذه
تتعوره الأزمات الخانقة ويضيق صدره كأنما يصعد إلى السماء. وضمن منهجنا الساعي إلى بيان الاختلال البنيوي سوف ندرس الشق الثاني للمعادلة والمتمثل في المعارضة السياسية للنظام. بداية علينا تبين المحيط الذي تصارع فيه المعارضة النظام قبل أن نتطرق لفكرها وغاياتها وأدواتها. المعارضة اليوم تصارع ضمن مجتمع لم تتغير بنيته الأساسية بشكل جوهري وحاسم رغم تعاقب عدة قوى استعمارية على حكمه، خاصة الإدارة الاستعمارية الإيطالية والتي أمضت في حكمه ما يزيد على 5 عقود. ونحن هنا نتحدث عن مجتمع تقليدي تمثل العلاقة القرابية فيه أس التركيب الاجتماعي. في هذا المجتمع التقليدي تحل القبيلة محل الدولة، وذلك لأنها تقدم ما تقدمه الدولة من ولاء وعون وحماية وتناصر وتميز وتنظيم للعلاقة بين الأنا والآخر وتقسيم للسلطة والثروة والأدوار. والقبيلة في المجتمع التقليدي ليست بحاجة للدولة لكي تنظم شؤون أفرادها ورعاياها، بل تعمل كبديل أكثر فعالية عنها، لأنها تحظى بالقبول غير الممانع والمنازع، لأن الخارج عن أعرافها يطارده التابو الاجتماعي الأقوى من المؤسسات العقابية. لذلك القبيلة لا تملك السجن وليست بحاجة لأدوات السلطة القهرية كالجند أو الشرطة. المجتمع التقليدي هذا لم تغير علاقاته التقليدية فترة ما يقارب من ربع قرن من تكوين الدولة الإريترية المستقلة، إلا في وضع مكوناته في مواجهة الآخر، وذلك عبر شقه بواسطة الاستبداد. وكسائر المجتمعات الإفريقية تتنافر فيه الدولة والقبيلة، ورغم أن القبيلة لا تنازع الدولة السلطة، إلا أنها تنجح في منازعتها في أهم عنصر في الصراع المتبادل وهو الفرد وولائه. والطرفان يسعيان لكسب ولاء العنصر البشري المكون الأساسي للمجتمع. والدولة الطرف الأقوى في الصراع تلجأ للسلطة بكل أدواتها من أجل الانتصار على المكون التقليدي للمجتمع أو القبيلة، وهي بذلك تحشد الأدوات المتاحة لها وتوظفها، وتشمل إضافة إلى أدوات الإكراه المذكورة أعلاه أدوات صياغة الخطاب وتحديد السياق كالدعاية والإعلام ومصادر الثروة والصراع الدائر، والذي ينظر له المجتمع كمتفرج يعضد لدى الكل أهمية الحصول على السلطة باعتبارها الأداة السحرية في الصراع والعنصر الأكثر حسماً له. ضمن التكالب على السلطة والذي يتم في حلقة المجتمع التقليدي، نشأت المعارضة وعينها على نفس الأداة السحرية السلطة وأدواتها، وهي التي يفعل بها النظام الأعجيب. وبناء على فهمها وإدراكها صاغت المعارضة أهدافها شعوريا ولا شعوريا، وعبأت نفسها في الصراع من أجل الحصول على هذه السلطة تحديدا وإزالة النظام. وهي هنا تصبو إلى إزالة النظام واستلام الدولة والسلطة، ومن ثم ستقوم بالتغيير نحو بناء دولة العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية والحكم اللامركزي ودولة سيادة القانون. وهي هنا أرجأت التغيير لما بعد استلام السلطة، يعني بعبارة أخرى أن التغيير بالنسبة للمعارضة سوف يتم بعد استلام السلطة. وبما أن المعارضة تفكر في استلام الدولة والسلطة، فإن هدفها المركزي هو القيام بانقلاب ضمن شروط المجتمع التقليدي، والذي هي في تصالح تام معه وخضوع لأهم عنصر فيه وهو عنصر القبيلة. إذن المعارضة أمام خيارين: الأول وهو الأسهل، المحافظة على بنية وأدوات المجتمع التقليدية والاكتفاء بالانقلاب الفوقي، أو وهو الخيار المستحيل، القيام بالثورة ضد المجتمع التقليدي وآلياته وعدم الركون إلى نفس أدوات الصراع التي تعيد إنتاج الأزمة، بما في ذلك المحدد الأساسي وهو السلطة وأدواتها. والاجتماعات النخبوية التي نشهدها والولاءات لمكون المجتمع التقليدي أو القبيلة يثبتان أن المعارضة حددت اختيارها الأسهل، وهو الحفاظ على بنية المجتمع التقليدي دون مساس به.
ثم القيام بانقلاب تستخدم فيه أدوات السلطة بنفس الطريقة التي درج النظام استخدامها، وإن اختلفت الغايات. إذن المعارضة تسعى إلى السلطة ضمن هياكل وشروط المجتمع التقليدي دون إحداث ثورة في بنيته، وأرجأت التغيير إلى ما بعد استلام السلطة، وأخيرا فكرت في القيام بانقلابها هذا منفردة دون مشاركة شعبية، وبهذا غيبت ولا تزال تغيب الشعب من مشروعها المستقبلي. لماذا؟ لأن الانقلاب لا يحتاج إلى مشاركة شعبية، ولكن الثورة والتي هي ليست خيار المعارضة هي التي تحتاج إلى مشاركة شعبية. وبما أن المشاركة الشعبية جهد تثويري يسعى إلى قلب مكونات المجتمع التقليدي، فإن المعارضة المحافظة توق نفسها شرور تغيير راديكالي وتفضل التعامل معه بعد استلام السلطة. لنخطو خطوة أخرى نحو الأمام ونرى كيف يؤثر المجتمع التقليدي على الصراع السياسي. يستخدم كل من النظام والمعارضة التنظيم السياسي، جبهة أو حزب، كمركبة حاملة للأهداف السياسية. والتنظيم السياسي الحديث أي الحزب تحديداً هو نتاج المجتمع الحديث وليس التقليدي، لأنه تكوين إرادي جمعي يضم أفراد لديهم وعي بمصالحهم ولديهم الوعي بأهدافهم ولديهم الوعي بوسائلهم ولديهم الوعي بالصراع ومسبباته، وأخيراً لديهم الوعي بغاياتهم المشتركة. إذن الوعي هو المحدد الأساسي لآليات الحزب السياسي، والوعي بكافة أشكاله تدرجاً من المعرفة البسيطة وانتهاءً بالوعي السياسي المعقد هو ما لا يتوفر في المجتمع التقليدي. وبالمقابل هذا الوعي السياسي المعقد نسبياً يتوفر بالمقابل وعي آخر وهو الوعي القبلي، وهو وعي يتكون ويتشرب من محددات المجتمع القبلي. وبما أن الممارسة السياسية للمعارضة أحزاب المعارضة تتم في مجتمع تقليدي، فإنها تخضع لشروط هذا المجتمع وتدخل به صراعها السياسي من أجل السلطة التي تراها الحل لكل داء. بينما ضمن هذا السياق الاصطراعي السقيم تصبح السلطة هي صندوق بندورا والذي بفتحه سوف تخرج كل الشرور. يتميز الوعي الحديث والذي يصاحب التنظيم الحديث بمصفوفة أنا والآخر من أجل المصلحة المشتركة، بينما يتميز الوعي التقليدي القبلي بمصفوفة أنا ضد الآخر من أجل مصلحة قبيلتي الخاصة. وإضافة إلى عنصر الوعي هناك عنصر الاستقطاب، وهو الشغل الشاغل لأي تنظيم سياسي. يتم الاستقطاب السياسي للحزب بناء على الوعي المذكور أعلاه، وتأسيسا على مسألة الوعي بالهدف المشترك وآلية العمل المشترك ضمن المصفوفة السابقة الذكر. أما في المجتمع التقليدي فأدوات الاصطفاف هي الدين والقبيلة، وهي الأسرع والأنجع، ولا يعرف المجتمع التقليدي وسيلة أكثر منها سرعة لتحقيق الاصطفاف والاستقطاب، حتى أن سيادة الانتماء إلى القبيلة والتي تلعب الدولة في المجتمع الديني تسبق الانتماء الديني. والدليل على ذلك أنه لو حدث صراع ديني أو جهوي داخل إحدى المكونات السياسية في المجتمع التقليدي كالجبهة مثلا أو الحزب أو الرابطة، فإن الفيصل فيه هو الانقسام القبلي، أي أن الصراع يتحلل من البعد الديني والجهوي ويتدهور مباشرة إلى المرجعية التقليدية السائدة الحاكمة وهي القبيلة. وحركة الجهاد الإسلامي الإريترية وصراعاتها الداخلية أصدق دليل على ذلك. والبعد الثاني هو أن أي اتجاه جهوي وفي حال نشوب أي صراع داخله سوف يتدهور صراعه إلى المستوى الأدنى وهو مستوى القبيلة في حتمية اجتماعية قاصرة. ويشترك النظام والمعارضة في تغييب المشاركة الشعبية، النظام بوضعه الدولة مقابل المجتمع، والمعارضة بسعيها الصفوي المحموم نحو الأداة السحرية المتمثلة في السلطة وتغييبها للمشاركة الشعبية، مرده إلى أنها أرجأت التغيير والذي يعني الشعب الآن واليوم إلى ما بعد استلام السلطة بالطريقة الانقلابية والتي لا تستدعي أي مشاركة شعبية. لذلك وضمن هذا الخلل البنيوي للمعارضة غاية وممارسة، غاب الشعب وأصبح بدوره ينظر إلى المعارضة والنظام كقطبين لمعادلة سياسية خاسرة، وصراعهما لا يعنيه من قريب أو بعيد. فإذا تساءل المرء عن غياب منظمات المجتمع المدني الفئوية، النقابات والاتحادات، وعن الغياب للقضايا الاجتماعية الجهوية، اللجوء ومعسكراته والهجرة وآثارها،
وانتهاكات حقوق الإنسان وأبعادها؟ لوجدت الإجابة في أن فكرة الانقلاب السياسي على السلطة الحاكمة لا تحتاج إلى كل ذلك. لهذا السبب انصرفت المعارضة برمتها إلى السعي المحموم إلى انتزاع السلطة، وبذلك صرفت انتباه الشعب عنها، إذ أن أفق تفكيرها وممارستها يؤديان إلى الاستخلاص بأنها ترى الصراع على السلطة كصراع سياسي فقط. استبعاد الصراع الاقتصادي، القانوني، الثقافي. هدفه الأساسي هو الحصول المشروع على السلطة بالانقلاب، ولا يتطلب ثورة على قوالب المجتمع التقليدي والذي تستخدم نفس أدواته الولاء القبلي والجهوي في العمل السياسي، وتجد نفسها أي المعارضة في النهاية تراوح محلها. والأنكى من ذلك أنها خسرت ركيزتها في الصراع والمتمثلة في السواد الأعظم من الشعب في معسكرات اللجوء والشتات وفي الداخل. وحتى لو استشعرت أهمية اصطفاف الشعب من حولها، فإنها ستجد نفسها محكومة باستخدام وسائل الاصطفاف التقليدي في الحشد والتأييد. وعندما تنجح المعارضة في انقلابها المفترض هذا، سوف تقوم بنقل أمراض الخارج إلى العاصمة، وسوف تتقاتل على أدوات السلطة والثروة. وبينما هي تنزف بسبب اقتتالها على التحصص الانقلابي، سوف تسقي نفس المياه الأزلية شجرة المجتمع التقليدي التليدة بفروعها التي تتأبى على الموت. وسوف يمضي الفلاح إلى حقله وهو يعرف شيخ قبيلته وحاميها، ولا يعرف اسم رئيس وزرائه في عاصمة تبعد عن حقله وهمومه بعد المشرق عن المغرب. وهنا تحق الدعوة للشعب الإريتري كما دعا له الراحل المقيم عمر جابر: كان الله في عون الشعب الإريتري. بقلم فتحي عثمان.
نجمة ترى حبيب صحيت شمع تشقى لهيب صحيت نجمة ترى حبيب صحيت شمع تشقى لهيب تمنيت وانت طيف ما تغيب وناجيتك كما تمنيت 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 تمنيت وانت طيف ما تغيب وناجيتك كما تمنيت. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء تصاعد حالة التوتر بين مجموعة من كبار الضباط في الجيش والرئيس مصطفى نور حسين حاكم الإقليم الجنوبي في مستشفى أروتا في العاصمة أسمرة. وسلطات النظام تجبر الطلاب على أداء تمارين استعراضية استعدادا لاحتفالات الاستقلال وتعتقل 2 من المشرفين التعليميين. الأخبار بالتفصيل. ذكرت مصادرنا من داخل العاصمة أسمرة أن العاصمة تشهد ومنذ 17 من الشهر الجاري انتشارا غير معلن لبعض من وحدات عسكرية تابعة للنظام، وذلك حول مركز الاتصالات والبنوك ووزارة الإعلام ومقر هيئة الكهرباء في أسمرة ووسط العاصمة، وذلك على خلفية حالة التوتر السائدة في أوساط قيادات عليا في الجيش. كما تشير مصادرنا بأن 38 من القادة ذو التأثير العالي داخل الجيش يتم مراقبتهم عن قرب ورصد مكالماتهم وتحركاتهم تحسبا لأي حالة تمرد متوقعة. ويرجح المراقبون عن قرب أن تردد النظام في القيام باعتقال أو حجر حركة هؤلاء القادة يرجع إلى ما لهم من تأثير قوي داخل الجيش. السيد مصطفى نور حسين الذي كان حاكما للإقليم الجنوبي والمعتقل منذ يناير من عام 2013 من قبل نظام الطاغية إسياس أفورقي، شاهدته مصادر المنتدى في 18 من هذا الشهر في تمام الساعة 11 إلا ربع مساء أثناء دخوله مشفى أروتا بأسمرة، فقد وصل إليها في سيارة عسكرية مغلقة وبرفقة حراسة مشددة تتكون من 13 فردا يرتدون زيا مدنيا. ثم قدمت له المعالجة لمدة 2 ساعات ليعودوا به بعدها إلى مجاهلهم وأقبيتهم. وعلى الفور عاد بعض من الحرس للمشفى وسجلوا أسماء الأطباء المنوبون الذين قاموا بالمعالجة الطبية وقاموا بتهديدهم إذا ما تحدثوا في الأمر. هذا وكان السيد مصطفى نور حسين يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وصداع حاد. أجبرت الحكومة غير الشرعية في إريتريا طلاب المرحلة المتوسطة بالعاصمة أسمرة على الانخراط في برنامج للتدريبات الكرنفالية التي تقام كل عام احتفالا بالذكرى السنوية للاستقلال. هذه البرامج التي يصرف فيها النظام الحاكم ميزانيات مالية ضخمة بهدف الدعاية والتضليل أثارت استياء وغضب العديد من المعلمين والمشرفين التربويين، لأنها تتم خصما من الفترة التعليمية للطلبة وعلى حساب مستقبلهم. لهذا أعرب العديد منهم عن مخاوفه الحقيقية من التدخل العشوائي في العملية التعليمية والإضرار بالتحصيل العلمي للطلبة. وعلى خلفية هذا الحدث اعتقلت السلطات القمعية مشرفين من وزارة التعليم في مركز شرطة رقم 5 بأسمرة بتهمة التحريض ضد برنامج التدريبات الكرنفالية الدعائية للنظام. وتضامنا مع هؤلاء المعتقلين واستنكارا لسياسة النظام القمعية،
قاطع 200 طالب من الإقليم الأوسط تدريبات التمرينات التصويرية. ومن جهة أخرى أعرب آباء الطلبة الذين تم انتقائهم لهذه العروض عن احتجاجهم على البرامج التي توضع من قبل جهات خارج المؤسسة التعليمية، والتي تؤكد على الدوام ضررها البالغ بقدرة التحصيل العلمي لأبنائهم. وأوضحوا ذلك بقولهم: بعثنا أبناءنا إلى المدارس للعلم وليس للتدريب على الرقصات والأغاني. وقد جاء رد السلطات على هذه الشكاوى بالقول أن كل من يشترك في هذه المناشط سوف يعفى من خدمة العمل الصيفي للطلبة، في لغة مقايضة غير موفقة. فالآباء يتحدثون عن ضياع الحصص الدراسية عن أبنائهم وليس عن البرامج الصيفية. جدير بالذكر أن هؤلاء الطلبة يمضون 3 أشهر متتالية في الاستعدادات التي تجري للاحتفال السنوي بعيد الاستقلال، وأن كل من شاركوا فيها في السنوات الماضية درجاتهم في المواد العلمية تراجعت بشكل ملحوظ، وخاتمتهم أصبحت رسوبا في الامتحانات. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، ختاما أتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا مع أسرة المنتدى. لكم تحياتي وتحيات زملائي في البرنامج، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم. ابقوا بخير وإلى اللقاء.